السلام عليكم يا حلوين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير. لو نفسكوا تاكلوا كرنب محشي وعاملين دايت، او عندكوا سكر او ضغط، او عندكوا كرش ضاغط على العمود الفقري، والدكتور قال لكم لازم تنزلوا الكرش دوا وتعملوا رجيم، او لو انتي عروسة وفرحك قرب وعايزة تلبسي الفستان وتبقي زي القمر ونفسكوا في الكرنب، هتعملوا ايه؟ هقول لكم على طريقة محشي كرنب تاكلوه من غير ما تحسوا بالذنب، وتاكلوا كمية كبيرة منه، وطريقة اقتصادية وسهلة وموفرة. تعالوا اقول لكم عاملة ازاي. نبتدي بسم الله. هنجيب كرنبة عادية خالص، الكرنب البلدي، ونبتدي نقطع ورقة ورقة. طبعا في ناس هتقول طب ليه ما تسلقوش في الحلة مرة واحدة، تحطي الكرنباية في الحلة مرة واحدة. عايزة اقول لكم ان انا عايزة اخد الورق بس اللي من بره، والقلب بتاعه هعمله سلطة كولسلو، عشان كده هاخد الورق بس ومش هسلق القلب بتاعه. هنبتدي نقطع ورقة ورقة منه. طبعا الكرنب ده مغسول. هي طبعا الكرنبة اللي انا جايباها دي مش قوي، مش حلوة قوي، بس انا قلت اجيب كرنبة صغيرة اجربها الاول. وهنقطع ورقة ورقة منها. هي الكرنبة الحقيقة كانت عندي في التلاجة بقالها مدة، عشان كده ما تحسوش انها طازة قوي. ونبتدي ناخد ورقة ورقة ونسلقها في مية مغلية. في ناس بتحط في المية المغلية دي كمون، بس انا حطيت قبل كده كمون، حسيت ان ما فيش اي فرق خالص. الكمون ده ممكن بعد كده تحطوه ساعة التسوية، مش ساعة السلق. وادي المية المغلية، هنبتدي نسقط بقى ورقة ورقة فيها، وما نسويهوش قوي، يعني يا دوبك ياخد غلوة ونشيله على طول عشان الكرنباية ما تتهريش. وزي ما قلت لكم قبل كده، في ناس بتحط كمون في المية دي، بس انا ما حسيتش اي فرق لما حطيت كمون فيها. فعايزين تحطوا حطوا، مش عايزين يعني مش هتفرق حاجة. او بالطريقة دي تستفيدوا من قلب الكرنبة، ان انتوا تعملوا سلطة كولسلو. ونبتدي نشيل بقى الورق دوت، هو يا دوبك بياخد غلوة بس ونشيله على طول.
ونبتدي نحط باقي الورق وبرضه ياخد له غلوة ونشيله على طول. عايزة اقول لكم الطريقة دي طريقة اول مرة اعملها. انا كنت خايفة ان انا اعملها ما حدش ياكلها، بس الحقيقة يعني طلعت طعمها حلو قوي، وطعمها يعني هتحسوا ان انتوا بتاكلوا كرومب، مش محشي بقى رز زي كل مرة او لحمة معصجة، بس ما بتبقاش طعمها حلو، انما دي هتبقى طعمها حلو. وممكن تاكلوا منها يعني الحلة كلها زي ما انتوا عايزين. ادي هنا سلقنا الكرنب، ونبتدي نجهز بقى الحشوة. الحشوة هنجيب يعني اكتر من ربع كيلو بشوية لحمة مفرومة، وهنضيف عليها معلقة كبيرة بيكنج باودر. حد هيقولي هتحطي بيكنج باودر مع المحشي؟ البيكنج باودر بيتحط مع اللحمة المفرومة علشان يديها طعم احلى وبيخليها هشة. وهنحط كام واحدة فلفل، ممكن يكون حامي ممكن يكون بارد زي ما انتوا عايزين. ونجهز الكبة. طبعا لو في كبة كبيرة شوية ممكن تفرموا كله مع بعضه، بس انا الكبة بتاعتي صغيرة، فهحط الاول الفلفل هقطعه. ده فلفل ملون احمر، ممكن يكون اخضر ممكن يكون اصفر زي ما انتوا عايزين، ممكن يكون حامي. وابتدي ان انا اضربه في الكبة. وبعد كده نضيفه على اللحمة المفرومة. ونجيب كام واحدة بصلة، يعني 2، عشان احنا عايزين يبقى فيه خضار كتير في الوجبة دي، عشان كل ما نزود الخضار فيها كل ما تبقى احسن وصحية وتشبع وتعمل كمية كبيرة. ونبتدي نقطع البصل. طبعا احنا كان ممكن نفرم البصل مع الفلفل، بس انا الحقيقة يعني الكبة بتاعتي صغيرة مش هتكفي الكمية دي كلها. ونحط شوية ملح، ونحط شوية فلفل، ونضربه في الكبة. ونضيفه على اللحمة المفرومة والفلفل الأحمر. الطماطم دي صغيرة، فهنجيب مثلا بتاع يعني 5 6 7 طماطمات صغيرين، أو 4 كبار.
الطماطم دي مش هنضربها في الكبة، لان احنا لو ضربناها في الكبة هتبقى عصير. احنا مش عايزينها عصير، احنا عايزينها قطع صغيرة. عشان كده هنبتدي ان احنا نقطعها قطع صغيرة عشان تبقى باينة في الخلطة. انما لو ضربناها في الكبة هتبقى عصير ومش هتبان في الخلطة خالص. نقطعها مكعبات صغيرة. زي ما قلتلكوا الخلطة دي بتبقى طعمها حلو قوي في المحشي، جربوها ومش هتندموا. وعلى فكرة ممكن تعجبكوا بعد كده اكتر من خلطة الرز. زي ما قلتلكوا كل ما نكتر الخضار في الخلطة دي كل ما يبقى طعمها احلى، وتعمل كمية كبيرة. ادي هي الطماطم مقطعينها مكعبات صغيرة. فاضل نحط ايه في خلطة المحشي؟ واحدة فلفلاية كده حامية عشان تدي طعم حلو للمحشي. نقطعها قطع صغيرة. وطبعا لو محدش بيحب السبايسي بلاش منها. ونجيب حزمة من الكزبرة ونبتدي ان احنا نقطعها حتت صغيرة على الخلطة اكننا بنعمل خلطة محشي. ممكن نجيب حزمة حزمتين زي ما احنا عايزين. احنا زي ما قلنا احنا كل ما نكتر الخضار فيها كل ما تبقى احلى وتعمل لنا كمية كبيرة. بس انا لاني هنا عاملة كمية قليلة فيدوبك كفاية قوي حزمة واحدة. بس كده ونبتدي ان احنا نقلبها كلها على بعضها. ونقلب بقى كل الخلطة دي كلها مع بعضها. هنلاحظ ان كمية اللحمة المفرومة كترت من الخضار اللي احنا حاطينه، فمعنى كده ممكن تعمل لنا حلة كبيرة ناكل فيها من غير ما نحط اي رز خالص فيها. وندعك بقى كل ده مع بعضه كده. لغاية ما كل الخضار ده يدخل ايه مع بعضيه. هنزود 3 معالق من البرغل، علشان طبعا الخضار اللي احنا حاطينه ده هينزل ميه، فاحنا عايزين اي حاجة تشرب الميه دي. فيدوبك نحط بس 3 معالق من البرغل. وهنلاحظ ان البرغل دوا مغسول بس مش منقوع، لان احنا عايزينه يشرب كل السوائل اللي موجودة في الخلطة دي. هي دي كمية النشويات اللي عندنا.
بس كده. ونبتدي ان احنا نقطع الكرنب. وزي ما بنعمل الكرنب عادي خالص هنبتدي ان احنا نقطعه الاول وبعد كده نحشيه. طبعا هنلاحظ ان الكرنبايه دي مش احسن حاجه لانها كانت موجوده عندي في التلاجة بقالها مده، بس يعني كله بيتحشي وكله ما بيبانش في الاكل اصلا. يعني ساعات الستات بتتعب نفسها على الفاضي وفي الاخر يعني الحاجات دي كلها ما بتبانش في الاكل اصلا. اهم حاجه الطعم في الاخر. بس ونبتدي ان احنا نقطعه علشان نجهزه للحشو. عايزه اقول لكم فعلا الطريقه دي طعمها حلو فعلا. وبعد كده هتنسوا خالص اللي هي الخلطه بتاعه الرز وهتعملوا على طول بالخلطه دي. طبعا احنا مش محتاجين بقى نعمل جنبيها ولا كفته ولا اي حاجه لان هي اساسا محشيه زي الكفته. لان هي اساسا محشيه بخلطه زي قريبه جدا من الكفته، فاحنا مش محتاجين ناكل جنبيها اي حاجه، هي كفايه قوي الحله دي بتاعه المحشي. وبكده هنقدر ناكل بقى كرنب من غير ما نحس ان احنا اكلنا بقى كميه نشويات قد كده، ونحس بقى بالذنب ونحس ان احنا لخبطنا الرجيم. وازاي يفوت الشتاء من غير ما ناكل محشي كرنب؟ يعني محشي الكرنب ده في الشتاء لازم اساسي على في كل بيت. وادي كده خلطة المحشي. نبتدي بقى ان احنا نحشي الخلطة دي، ونبتدي بقى نمسك كل ورقة كده ونحشيها بالخلطة الايه الجميلة اللي احنا عاملينها دي. يا دوبك هنحط حتة صغيرة قوي فيها ونبتدي ان احنا نلفها. احنا ممكن نعمل صبع ارفع من كده بس انا قلت يعني عشان يبقى يعني الصبع واضح كده وباين، مش محتاجين ان احنا نعمل صبع رفيع قوي. لو انتوا عايزين تعملوا الصبع رفيع او اعملوه، بس انا الحقيقه يعني ما عنديش خلق قوي يعني اعمل الصوابع رفيعه قوي دي، هو كله بيتاكل كده وخلاص. ونبتدي ناخد كده كل واحده كده حشوه صغيره من اللي احنا عاملينه ونحشيها بالخلطه الجميله دي. طبعا الخلطه دي هتعمل كميه كبيره.
ممكن طبعا تحطي كمية حشو اقل من كده علشان برضو تعمل كمية اكبر. انا متأكدة انها هتعجبكم الوجبة دي قوي، سواء بتعملوا رجيم ما بتعملوش رجيم. الناس اللي هي الكبيرة في السن، اللي المفروض انها يعني بتخفف شوية من اكلها، اي واحد عايز يخفف من اكله ممكن يعمل الطريقة دي وياكل منها بقى زي ما هو عايز، لان طبعا ملاحظين ان احنا ما حطيناش اي كمية نشويات فيها، هما بس 3 معالق برغل. ونبتدي بقى نجهز الحلة اللي احنا هنعمل فيها المحشي. هناخد طبعا اي ورق بقى ايه، والعيدان اللي متقطعة صغير دي نحطها في قعر المحشي عشان من ايه تاخد كل اللسعة بتاعت المحشي من الارضية. ونبتدي بقى نرصص المحشي ايه في الحلة. انا محتارة اصل الحلة دي مش مدورة، فمش عارفة ارصصها كده ولا كده ولا كده. انا في العادي يعني برصصها اي حاجة، بس علشان يعني قدامكم قلت اوضبها شوية. لا برضو مش مظبوطة برضو. نرصصها ازاي؟ نرصصها كده بقى وخلاص. ونبتدي بقى نرصص واحدة واحدة. طبعا انا عاملة كمية قليلة، عاملة كرومباية صغيرة، انتوا طبعا ممكن تعملوا كمية اكبر من كده. انا نفسي الحقيقة تجربوا الطريقة دي لان فعلا طعمها حلو. ونحط بقى معلقة زيت خفيف كده من فوق. بس كده. طبعا احنا محتاجين كمية من الشوربة كده قليلة، ما كانش عندي شوربة فحطيت مكعب ماجي او مكعب مرقة. ونبتدي ان احنا نقلبه في كوباية صغيرة من المية. هو المفروض طبعا يسخن على النار، بس يعني ممكن تعملوه كده يعني وبرضه هيدوب. ونحط معلقة صغيرة من الكمون، طبعا لان الكرنب بيعمل انتفاخات فلازم نحط شوية كمون. ونصبها بقى ايه على حلة المحشي. طبعا احنا مش هنحط كمية كبيرة قوي، لان طبعا المحشي ده من غير ولا رز ولا حاجة، فهو مش محتاج له كمية كبيرة، يا دوبك بس كوباية صغيرة. ونبتدي ان احنا نغطيه. التغطية دي هتخليه ينزل ميته. يعني نسيبه مثلا بتاع 10 دقايق على النار وهو متغطي، هنلاقي ان هو نزل ميته، عشان كده ما حطيناش كمية كبيرة من المية.
كده بقى نهدي النار عليه، وممكن ما نغطيهوش لغايه ما يبتدي بقى ان هو يشرب الميه بتاعته كلها، وتبتدي تستوي الحشوه اللي فيه. ونسيبه بقى ايه على النار، على نار هاديه او على نار متوسطه، يقعد بقى يغلي كده وينزل الميه بتاعته، ومش محتاجين ان احنا نغطيه. وكل شويه نشقر عليه كده نشوف اخباره ايه. هو طبعا مش هياخد وقت كبير قوي يعني في التسويه، اول لما يشرب الميه بتاعته يبقى كده استوى. هنلاحظ ان هو شرب الميه بتاعته. اول ما يشرب الميه بتاعته يبقى كده خلاص استوى. والله ريحته يعني مش عايزه اقول لكم، يعني طعمه جميل جميل جميل، وريحته جميله قوي. بس كده نبتدي بقى ان احنا نقدمه. وانا متاكده ان انتوا لو جربتوه مش هتبطلوا تعملوه بالطريقه دي. مش عايزه اقول لكم قد ايه طعمه جميل. ده غير ان هو خفيف ومن غير اي نشويات، يعني تاكلوا بقى الحله دي براحتكم خالص يعني. وهو كفايه قوي يعني تاكلوه كده من غير جنبيه اي حاجه خالص، ولا فراخ ولا لحمه ولا كفته ولا اي حاجه. هو اصلا في البروتين بتاعه، في كل حاجه. هنبتدي بقى نقلبه في الصينيه كده، هتشوفوا جميل ازاي. حتى الخلطه اللي تحت اهي كده ما اتحرقتش اهي. عايزه اقول لكم ريحته خطيره خطيره خطيره. لكل الناس بقى اللي عندها سكر، عندها ضغط، عندها امراض، الناس كبيره في السن، الناس اللي ما بتقدرش تتحرك، الناس اللي هي عايزه تنزل وزنها، اديكوا تقدروا ان انتوا تاكلوا الكرنب المحشي بطريقه صحيه وطعمها جميل قوي، وطريقه مش مكلفه ولا حاجه. يعني بربع كيلو لحمه مفرومه ممكن تعملوا صينيه حله كبيره تاكلوا فيها وتشبعوا، تاكلوها وتشبعوا. عايزه اقول لكم والله طعمه، يعني انا دلوقتي استطعمته اكتر من محشي اللي هو العادي اللي هو محشي الرز. انتوا لو جربتوا الطريقه دي هتعملوها على طول بالطريقه دي. طعمه جميل ولذيذ وخفيف، وما تحسوش ان انتوا اكلتوا حاجه تقيله. ده غير ان سعراته الحراريه خفيفه خالص. تاكلوا بقى براحتكم منه. حقيقي الطريقه دي جميله قوي، وياريت تجربوها. طبعا محشي الكرنب في الشتاء ده اساسي، فعشان كده لو عايزين بقى ناكل كرنب نعمله بالطريقه دي ومش هنحس باي حاجه خالص.
انا عايزه اوريكم شكله من جوه، حقيقي طعمه جميل. انا هشيلها بقى احسن، ممكن اخلص الصينيه دي كلها بحالها. والف هنا وشفا عليكم. سلام عليكم.